فسأترشح كمستقلة إن اكتملت الشروط واستطعت، أو سأبحث عن حزب يتقارب وأفكاري وتوجهاتي ورؤيتي. حزب نبيل بن عبد الله التقدم والاشتراكية. ربما أنا إلى حد الساعة لم أتكلم مع أي شخص، وأنتم أول من يعلم بهذا القرار هنا والآن. ربما إن قبلوا بي أو أي حزب تقدمي حداثي يؤمن بالحق والحرية والعدالة الاجتماعية، على شرط أن أبقى مستقلة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. المدونة والناشطة السياسية ميسة سلامة الناجي تعلن عن ترشحها للانتخابات المقبلة سنة 2026 هنا بالمملكة المغربية بشكل مستقل، في حالة لقات شي حزب كيحترم الأفكار ديالها والإيديولوجيا ديالها فغتنتمي ليه. وعطات مثال ديال التقدم والاشتراكية بقيادة السي نبيل بن عبد الله ضدا في المتأسلمين ماشي الإسلاميين ميسة سلامة الناجي. ونتمنى أنك مستقبلا تسحبي هذا المصطلح ديال الإسلاميين أو المسلمين، بقاي تقولي المتأسلمين أو تجار الدين أو الإخوانج المجرمين وليسوا الإسلاميون ميسة سلامة الناجي. للإشارة ماشي غير التقدم والاشتراكية اللي كتقاسم معاه ميسة سلامة الناجي الأفكار والإيديولوجيا ديالها، إنما هناك أحزاب أخرى مثال الاتحاد الاشتراكي، وأيضا فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد، يعني اليسار بصفة عامة. ميسة بعدي غير على الراشد منحرف وسيري في ما عجبك، أنا معك ضدا في هذه الوحوش البشرية اللي انتي كتضاربي معاهم، رغم أنني ضدك في الأفكار التحررية ديالك وليسوا التحررية، خاصة العري وما جاوره ميسة سلامة الناجي. خاصة أن هذه الوحوش البشرية ركبوا على تلكم الوقفات الاحتجاجية اللي وقعت في مدينة أكادير الأول البارح، والله حتى ندسوا من بين المحتجين دوك المتأسلمين دوك تجار الدين، دخلوا بين المحتجين والتصريحات ديالهم عطاها الله في المواقع التواصل الاجتماعي، عند مواقع مشكوك في أمرها. ونتمنى أن الدولة كيف ما تحركت ضد الوقفات الاحتجاجية بتلكم السرعة، نتمنى تحرك ضد هذه الوحوش البشرية اللي كيندسوا في وقفات احتجاجية سلمية، كيطالبوا بمطالب مشروعة. مستشفى عباد الله بسيطة، حراك الريف كان على مستشفى، على سبيطار، على مدرسة، على خدمة، على طريق، ثم تحور الحراك. وهذه الوحوش البشرية هذا الشيء اللي بغاو، فيما تكون شي وقفة احتجاجية كيندسوا فيها، والدولة خصها تحرك باش تسد على الوقفات الاحتجاجية، ماشي تقمعها، لا، توفر الناس، توفر للشعب داكشي اللي غيخليهم يخرجوا يحتجوا، من السبيطار للتعليم للطريق، بنية تحتية بصفة عامة، الخدمة إلى خص الدولة تحرك في أقرب وقت. ثم نرجعوا للضجة اللي كاينه دابا في المواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأخت روعة بيوتي، وحدة من بين المشاركات والفائزات بلقب لهم العروسة في قناة الأولى تحديدا سنة 2015.
وهي دابا مؤثرة في المواقع التواصل الاجتماعي. مؤخرا بدات كتخرج بلي لايف وفيديوهات وكتكلم على ما يقع في البلاصة اللي ساكنة فيها. صداع 24 ساعة على 24. ناس كيبنيو شي موبل بحال الا كيبنيو مكة المكرمة جديدة، باغيين يساليوها في اقرب وقت. 24 ساعة على 24 يوميا، 7 ايام في الاسبوع، ما دايرينش وقت. الناس ما ينعسوش ما يرتاحوش. السيدة خرجت هضرات بحرقة على راسها، على راجلها، على وليداتها. اش دارت الشركة؟ مشات وقضتها، رغم ان السيدة وراجلها داروا كل الحلول الممكنة. مشاو شكاو عند البوليس، شكون سمعهم؟ حتى حد. والشركة اش دارت؟ قضات هاد السيدة هذه، والحكم الابتدائي دابا ربحاتها، عطاتها 4 شهور ديال الحبس لروعة و20 مليون. والشركة كتقول لك اسيدي بانها غتستانف الحكم، ما عجبهاش، بغات كثر، بغات شي عام ولا عام ونص ولا عامين ديال الحبس لروعة. علاش؟ قالت لك شهرات بالشركة وطيحت السمعة ديال الشركة. انا قلبت حتى عييت في الفيديوهات ديال روعة، ما لقيت حتى شي صورة تشير الى شعار ولا اللوغو ديال الشركة ولا الاسم ديالها ولا سمات الشركة ولا بينات شي وجه ديال شي مسؤول ولا شي عامل من العمال، ولا بالعكس الكاميرا في الارض. فين هو التشهير هنا؟ 4 شهور ديال الحبس، ما ترتاحش، ما يرتاحش راجلها، ما يرتاحوش وليداتها. اش كتبنيو بالسلامة؟ اش كتبنيو؟ بالله عليكم اش كتبنيو؟ وعجبتني فواحد الجملة قالتها في واحد الفيديو، ما غيحسش بها الا اللي عانى مع البني. فعلا اللي عانى مع البني هو اللي غيفهم وغيعرف اش كتقول روعة بيوتي. اما اللي ما عمرو داز من دوك المواصل ودوك المحاين كيتقلب من هذه الجهه لهذه الجهه وما قادش ينعس، راه ما غيحسش بها. والمسؤوليه شكون كيتحملها؟ اولا السلطات. السيده مشات وشكات هي وراجلها، علاش ما سمعوهمش؟ علاش؟ ثم القضاء ايضا، فين هو التشهير؟ الادله على التشهير فين هي؟ فين هي باش تحكموا على السيده ب4 شهور ديال الحبس وغرامه ماليه مقدره في 20 مليون؟ حكم جائر هذا. كل تضامن مع روعة بيوتي، والله يفك صراحة على خير ان شاء الله، والله يكون مع الزوج ديالها ومع وليداتها ان شاء الله. كل التضامن معها ومع اي واحد كيعاني من هذا الصداع، ونتمنى ان المسؤولين يتحركوا. ما عرفتش صاحبي علاش كنغضوا البصر على شي حوايج اللي ما خصناش نغضوا عليها البصر. علاش كنتساهلوا مع شي حوايج اللي ما خصناش اننا نتساهلوا معها ونتسامحوا معها؟ علاش؟ الا يخدموا من 8 ديال الصباح ل 6 ديال العشيه، ويكون يوم في الاسبوع للراحه، ماشي 24 ساعه على 24 يوميا. هذا راه اجرام، هذا تحت ما يرتاح. مرة أخرى كل التضامن مع روعة بيوتي، والله يفك صراحها والناس اللي ضدها. أنا بغيت ندعي معكم واحد الدعوة، سي الله يعطيكم داكشي اللي دازت من هذا روعة. إلى اللقاء.